جحا وابنه والحمار. في يوم من الأيام كان جحا وابنه ذاهبان إلى السوق مع حمارهم، وفي طريقهم إلى السوق مروا على بعض الناس، فقال الناس: هذا أمر عجيب، انظروا إلى ذلك الرجل يسير هو وابنه ولا يركبان الحمار، وما دور الحمار إذن؟ شعر جحا بالضيق بسبب ما قاله الناس، لذلك طلب من ابنه أن يركب على الحمار، وأكملوا طريقهم إلى السوق. وبعد فترة مروا على امرأة عجوز كانت تجلس على جانب الطريق. قالت العجوز: عاش الابن وقح جدا، فهو يترك والده يسير على قدميه بينما يركب هو على الحمار. لذلك بعد أن سمع جحا كلام المرأة أنزل جحا ابنه من على ظهر الحمار، وقرر أن يركب هو ويجعل ابنه يسير بجانبه. وأكملوا طريقهم، وبعد فترة قابلوا في الطريق امرأتان. نظرت المرأتان إلى جحا وقالتا: يا لهن أب ظالم، انظري لقد ترك ابنه يتعب من السير. عندها نزل جحا من على ظهر الحمار، وقرر هذه المرة أن يركب هو وابنه ويكمل فكرهما. وفي الطريق وبينما يرتدي جحا وابنه الحمار مر على رجلان، فقال الرجلان: يا لهما من شخصان قاسي القلب، إنهما يعتبان الحمار سوية ولا يطيعان الفرصة لحمارهما أن يستريح. نظر جحا وابنه إلى الحمار وقال: يبدو أن حمارنا قد تعز فعلا، ماذا علينا أن نفعل؟ ربما علينا أن نحمل الحمار على أكتافنا. حمل جحا وابنه حمارهما على كتفيهما وسارا إلى السوق. ومما مروا على بعض الناس، وعندما رأوا جحا وابنه يحملان الحمار ضحكوا عليهم وظنوا أنهم مجانين. ظل الناس يضحكون بصوت عالي حتى أنهم أخافوا الحمار. فزع الحمار من الضجيج فقفز بقوة وسقط في النهر. أخذ النهر الحمار بعيدا بعيدا، فلم يستطع جحا وابنه إعادته. بعدها عاد جحا وابنه إلى بيتهم، وفي طريق عودتهم إلى البيت